على الله إن شاء الله، على الله يا زميلي. بما إن عفروتو أخيرًا نزّل الألبوم بتاعه أخيرًا من بعد غياب 6 شهور، من بعد غياب والألبوم ده كان واجع دماغنا بيه، فأنا أكيد جاي أتحايلك وأتكلم عن الألبوم وأقول لك إيه اللي عجبني وإيه اللي ما عجبنيش، إيه اللي داخل في البلاي ليست بتاعتي، إيه اللي مش هافكر إن ممكن أسمعه تاني، كل الكلام ده بقى. فإحنا هندخل بالفيديو، بس قبل ما ندخل بالفيديو يا زميلي أنت لازم تعمل لايك بجد، يعني لايك، شير، سبسكرايب، الحاجات الحلوة دي بتفرحني وبتدعمني وبتشجعني وبتخليني أشم ريحة حلوة. أنت مش متخيل. يلا بينا نخش بالفيديو. تعالى بينا يا زميلي نروح لاول تراك اللي بسببه اصلا عفروتو عمل اكونت تيك توك علشان ينشر ليه اول فيديو يكون له على التيك توك وهو بيرقص على التراك ده، وهو تراك اسمه فيني. بيك على ديدي مش بغلب فيك، ما مغيب موجود في التوب 3. فلو مش واخد بالك يا زميلي فيني دي جايه من ايه، فهي المفروض جايه من اسم فينيسيوس جونيور الجناح اليمين بتاع ريال مدريد. زي ما انت شايف اكيد، انا مش محتاج ابرر لك او اقول لك انا بشجع فين، يعني بقى مفهومه. وده عشان برضه برازيلي يعني، وعشان برضه برازيلي واسمر، فاهم الفكره جايه منين؟ على طول. بنت مجننه موت وبتبعت لي دي ام مني شاب موت. بصراحه التراك ما عنديش عليه اي تعليق غير انه مكون من فيرسين، كل فيرس فيهم اجمد من التاني. فبصراحه لو كان في نكش انا ما خدتش بالي منه، ما اكدبش عليك يعني، بس فعلا التراك زي ما تقدر تقول عليه جامد، يعني فعلا التراك جامد. معلش يا اسطى الحوزه نسيت اقول لك عليها، بس انا هستأذنك بس في حته الحوزه صغير قد كده. فانا مش جاي الفيديو ده عشان اقيم التراك من 10 زي ما كنت بعمل والجو ده، على قد ما انا جاي اقول لك ايه التراك اللي عجبني وكيفني وايه التراك اللي ما عجبنيش، فاهم الفكره؟ يعني مبسطها لك على قد ما اقدر، بحاول ابسطها لك والله على قد ما اقدر. فبس يا زميلي احنا جايين نستمتع مع بعضنا بالتراكات، يعني ما نعقدهاش على بعض. نروح لتاني تراك معانا في الالبوم وهو اسمه ولاد المجانين. الواد ده بيلوك فخليته بيلوك دماغي في التوب زي يورجن كلوب. عفروتو حاول على قد ما قدر انه يحاول يتروشن في اسماء التراكات بتاعت الالبوم كلها، عشان برضه لسه الاسماء اللي جايه ولسه هنقولها في الالبوم دي هتثبت لك قد ايه الواد عفروتو ده روش. يخرب بيت دماغه، انت ازاي كده؟ ده انت عفروتو جدا. فاحنا ما طولناش لكنه فيلم قصير، رد فعل بطيء خدت بعضي ويك. لكن بالنسبه للتراك بصراحه الفايب بتاعته لذيذه وحاسسها قوي لايقه على اللي هي بتاعت النايت كلاب اكتر. عارف انت الناس اللي هي بتحب ترفع عليها دي وتشم تحت بطاطها وهي بترقص كده ومغمض عينيها والحاجات دي، فهم الناس دي. يعني حاسس ان التراك قوي لايق على الفئه دي قوي. ده غير ان شايف المزيكا طاغيه على عفروتو في التراك نفسه. عمر جانجستر يعني انا كان اول مره اسمع له بيتات اللي هو عامل البيت بتاع التراك ده، يعني كان بيت بتاع باتيستوتا كان اسمه كلامانجي، وبصراحه البيت كان مودي التراك في حته تانية خالص. فانا بالنسبه لي انا كنت شايف يعني وقت ما سمعت التراك ده وسمعته كذا مره انا مش حاسس غير بالمزيكا، يعني مش حاسس بوجود عفروتو قوي. المزيكا طاغيه اكتر على عفروتو في التراك، ولكن زي ما تقدر تقول فده نوع من المزيكا مش المفضل بالنسبه لي بسبب نوع البيت. انا عارف ان البيت متعوب عليه من عمر جانجستر وسمعت التراك اكتر من مره برضو علشان اقدر اتكلم عنه، بس هي فكره انا عارف ان المزيكا حلوه لكن مش ده النوع المفضل بالنسبه لي. نروح بقى يا زميلي تالت تراك معانا في الالبوم وهو اسمه حبيبي. انا بصيك تبصيلي شفت بروحي ازاي انا بصيت فبصي بيك يعني كان ممكن يقول لك حبيبي يا عايز زي محمد فؤاد ده، انت خدت بالك، ويعمل لك سوف فح اكس واكس ودبل مينينج الحاجات دي كلها بقى ومالتي سيلابل والحاجات، يعني الكلام ده كله. بس بصراحه حاسس ان اسم التراك ده عدى من تحت ايد عفروتو كده من غير ما يحاول يتحنك عليه، او ممكن يكون اصلا واحد صاحبه هو اللي سمى الاسم التراك ده فهو عداه، يعني ما هو ما خدش باله منها. وانا الله مش ناقص كاتمه طول اليوم شغل فمحتاج اكيد اهدى. لكن بصراحه بعيد عن الهيخو فالتراك اقل ما يقال عليه فهو رائع، رائع حرفيا رائع، وخصوصا ان البيت بتاعه مشجعني ان اسمعه كذا مره بسبب تناغم عفروتو مع البيت. الاتنين بيحبوا بعض قوي، وتقسيمه البار بالفلو على البيت، فانت متكيف، انت عامل دماغ اللي حرام الواحد يقول عامل دماغ عفروتو. يعني انا اخري في الدماغ بعمل دماغ ابي يوسف، لكن نعمل دماغ عفروتو ده انا حاسس اجري في الشارع واخلع مالطو وهو داير بالبوكسر لابسه في دماغي. ده غير ان اكتر حاجه اصلا لافته انتباهي وعجباني في التراك ده عامه هو الكوره، عجبني قوي بصراحه. فكل اللي اقدر اقول لك عاش، والتراك ده فعلا عجبني ودخل في البلاي ليست بتاعتي. نروح بقى يا زميلي لرابع تراك معانا في الالبوم واسمه منوعات 2019. الفرقه في الزون والمطوه في الليل
تتعوج علينا احنا نخلوك خط مستقيم. عشان تكون واخد بالك بس كلمه منوعات دي عشان اللي بيحصل في التراك من اختلاف. يعني مثلا انا اول مره سمعت التراك ده فيها ما ركزتش مع البيت ولا ركزت مع الليركس ولا ركزت مع اي حاجه غير مارو وعفرت بس. وده بسبب بصراحه انهم كان مديني صوره تصويريه كده في دماغي ان هم واقفين قصاد بعض وحاطين المايك في النص وهتكدعك. عارف الصوره اللي في دماغي دي عامله زي ايه؟ عامله زي فيديو كنكه والسويسي اللي كانوا واقفين وعاملين فيديو كده وهم بيغنوا وانا ماشي على الطريق الزراعي يعني وسويسي انت فاهم بيتدنجل مع كنكه كده والبيت شغال والسويسي والديزل قاعد. الفيديو ده عامه فانا كان عندي مشهد تصويري كده في دماغي اللي هو انا شايف مروان موسى شايف عفروتو واقف قدامهم مايك وعمالين يردوا على بعض. دماغي في الجول هداف الفريق وانتوا بتيجوا بالدور وانا فيكوا ماليش ومعديكوا بسكور. لكن بالنسبه لي بصراحه انا بعد ما سمعت التراك ده 5 مرات فكان عاجبني جدا، كان عاجبني جدا، وخصوصا لاهم جزء اصلا في التراك اللي انا شايفه اهم جزء بصراحه في التراك اللي هم ذكروا فيه اسماء رابرز كتير جدا. بابلو ضحك الاربع ما جاش فهنستناك يوم الخميس على الاقل مش زي التاني اللي خد من المجال وساب. مش هذكر اسمه. يا ويجز ازاي تسيب الراب؟ والله العظيم الناس دي كوميديه قوي، الناس دي كوميديه والله العظيم، الناس دي كوميديه فشخ. لكن بعيدا عن الهزار والضحك والحاجات دي مش محتاج اقول لك ان هم مش بينكشوا الناس اللي هم ذكروا اسمائهم. بس بصراحه ما اكدبش عليك انا برضو حاسس ان في الى حد ما نكش، لان عفروتو كان اصلا ناكش شهاب واللي هو اصلا قايل اسمه بنفسه في تراك اللي كان بيرد على سانتا بي اللي هو كان اسمه كيوبيد 2 تقريبا. فعفروتو كان ذاكر شهاب اصلا في بار بينكشوا بيه، فان عفروتو يقول اسمه فانا مش حاسس ان ده يعني مسا حير طاير او هزار عامه بين الناس وبين بعضيها. طب في حد جامد بس مسكته بتجيب لي اكتئاب وتحس ان الشاب توكسيك. على العموم شهاب مش هتفهم الاكتئاب غير لما تسمع من مهاب. مش عارف ليه بس حاسس ان في الى حد ما نكش، يعني زي برضو مروان موسى. يعني مروان موسى كان واخد ويجز غسيل ومكوى في اخر بيت دخلوا مع ابي يوسف اصلا في البدايه كده كان بيمسوا على بعض. ده غير ان في كل تراك اصلا مروان موسى كان بينزل في الفتره دي كان بينكش في ويجز، وبرضو كان بينهم رايح وجاي كده من نكش وهكذا، واللي هو ايه هتجيب سيرتي هجيب في سيرتك والحاجات دي كلها. فانا برضو حاسس ان اسم ويجز طلع من مروان موسى كنكش مش كهزار. وبرضو حاسس ان اسم فيليكس لما عفروتو او لما مروان موسى يذكروا في تراكات ليهم ان الناس دي اصلا كانت معاديه مروان موسى وكانت بالفعل نكشه مروان موسى في تراك العاصفه او تراك العاصمه تقريبا اللي كان فيليكس وحسين وابو الانوار وسانتا وابي يوسف. يعني كان في سايفر كده كان جامد فشخ نزل، مش فاكر كان اسمه العاصفه يا اما العاصمه، لان في تراك برضو باسم من الاسمين دول. باشا داخل باشا جيب جول حاسب انت على مشاريبو فاكس انت نحن دول انتوا ما جيتوش ومش هتيجوا. فعشان ما اطولش عليك بالنسبه للتراك ده فانا حاسس ان في الاسماء اتقالت كنكش وفي اسماء اتقالت بالهزار، بس المود خدك في سكه اللي هو احنا بنهزر انت فاهم، فما تحسيتش قوي ان ممكن يكون مروان موسى او عفروتو بينكش. عشان تبقى فاهم انا بقول لك على اساس الشخص، يعني اللي ملوش دعوه بالفعل اللي هو التراك ده كان يقصد ايه بالظبط، انا بقول لك على احساس الشخصي حرفيا. ده غير طبعا انا مش محتاج اقول لك ان التراك ده من احسن التراكات اللي جت في الالبوم. ده غير اصلا ان البيت اللي هم عاملين عليه التراك البيت ده متغير 3 مرات، يعني حرفيا اقدر اقول لك هم عاملين مع بعض في التراك ده 3 تراكات. في كذا تفصيله كده في التراك ده تثبت لك ان التراك ده من اقوى التراكات اللي حرفيا عفروتو نزلها مؤخرا. يعني ما اكدبش انا شايف التراك ده قوي فشخ، وخصوصا انه طالع يعني حاسس انه بعشوائيه وحاسس انه بعفويه بس بيعبر عن الاثنين قوي. يعني في شخصيه باينه قوي في التراك. مش عايز اتحنيك اكتر من كده ولا اتكلم لك عن التراك ده اكتر من كده ونخش على التراك اللي بعده ونروح يا زميلي الخامس تراك معانا في الالبوم وهو اسمه زمان. لسه فاكر زمان لما ما كنتش بنام من كتر الخوف والتفكير وقت ليلة الامتحان. او ده اكتر اسم تراك بيعبر عن نفسه حرفيا، وده لان عفروتو اصلا بيكلمك عن نفسه زمان ايام الجيهه، ايام اللعب بالكره في الشارع، ايام الدراسه والجو ده يعني. ولكن للاسف التراك ده ما عجبنيش لان انا مش بحب النوع ده من التراكات. لكن اللي اقدر اقوله لك عن التراك ده فالتراك ده فعلا انا عارف انه جامد قوي، حتى اختيار البيت من عفروتو كان موفق جدا. بروح لجدي عشان بيتوسط لي واحكي له اني ما خدتش بالي واحلف له اني نسيت. يعني زي ما تقدر تقول كده لايق على الحاله بتاعته قوي. البيت بتاع التراك بقى حاسس انه من انواع البيتس اللي انا ممكن اسمعها لوحديها من غير ما حد يغني عليها.
واكون متكيف قوي واكون متمزج كده يا زميلي وعادي جدا ومفيش اي مشاكل. فزي ما قلت لك يعني ما اتفق، انا اسف بس ات از نوت ماي فيفورت. طيب ده دي تاني مره اقولها، انت خدتش بالك انت من اول مره؟ تاني مره اقولها دي انا قلتها في الفيديو اللي فات. يا ده انا هفحمك والله العظيم، لا هفحمك بالانجليزي بتاعي. تعالى بقى يا زميلي نروح لذات استراك معانا في الالبوم واسمه فودو. اسمع منا يا حمو، قول كلام نفهمه. بنزل واحدة جديدة طول الليل تسهروا. لكن عفروتو مش عامل التراك ده لوحده وجايب معاه زياد زازا. يعني انا ما اعرفش انت جاي معاك ازاي عشان تقول ان عفروتو ناكش زياد زازا. ازاي ناكش وجايب معاه في الالبوم؟ اقنعني ازاي؟ يعني انت فاكر لما ويجز عمل حوار مع راب اورباي وقال لك لو راجل تنزل الباتل دي عشان ما مسحهاش، فقصدي فزياد زازا كان قادر يمسح التراك ده وقت ما نزل؟ ده لو متخانقين مع بعض او ده لو كان ناكش، يعني الموضوع كان يقدر يحصل. يعني انت فاهم كان هتسمع نوش، لكن عادي الراجل عادي جدا زي ما بقول لك كانت هزار. الشغل ما بيكسلوش عشان مش بنحل الالمونيا، انت اطفال بتلم جونيا قلت حرك فيكوا زي الدمية. لكن زي ما تقدر تقول بالنسبه للتراك، فالتراك بصراحه كان جامد فشخ وعاش جدا على المجهود اللي اتعمل في التراك. لان انا بصراحه يعني انا سمعته كتير قوي، ومن كتر ما سمعته فانا كل مره كنت بسمعه فيه كنت بحس ان انا بسمع التراك لاول مره، لدرجه ان انا كنت في كل مره بسمع التراك فيه بستنى الاد لبس الغريبه اللي زياد زازا بيعملها. يعني انا في الاول، يعني انا اول مره سمعت زياد زازا ده انا حرفيا كنت عايز ارجع، وتدريجيا كده ما بقتش احبه. انت فاهم؟ ما بقتش احب تراكاته، مش هو شخصيا يعني، ووضحت الحوار ده في اكتر من فيديو. بس تدريجيا بقت تعجبني شخصيه زياد زازا في التراك، ما بقاش يعجبني التراك، بقى يعجبني شخصيه زياد زازا في التراك. زياد زازا ده يعني ليه عندي فيديو كده مفصل، وخصوصا لابن بلدي. يعني هو انا من الفيوم، هو من الفيوم، فانا ليه عندي فيديو لازم اتكلم عن شخصيه زياد زازا دي، لانها مش مجرد شخصيه بتقدم راب. لكن نرجع لمرجوعنا تاني بالنسبه للتراك، فالتراك فعلا حلو والتراك عجبني جدا ودخل في البلاي ليست بتاعتي. فتقدر تقول على عفروتو انه بيقدر يختار مين الناس اللي تعمل معاه فعلا فيتشر ويكون فعلا جبار. تعالى بقى يا زميلي نروح لسابع تراك معانا في الالبوم واسمه الافريقي. صوت يا زميلي انت زي الكلب ابن ده هتيجي، نزلت ديت مع موزة بطوبه لابس تيشيرت ابن الافريقي. لو مش واخد بالك من دبل مينينج اللي عامله في الاسم بتاع التراك، فالافريقي جايه من لون البشره بتاعت عفروتو ومن انه جايب تيشيرت من عند الافريق. فانت شايف بقى المالتي سيلابل الرايم الاوف الاحل، تمام؟ فيعني انا قلت لك والله بيحاول تراوش انت ما صدقتنيش. لكن بالنسبه للتراك فانا حاسه بصراحه مرمي ناحيه الافرو شويه. لكن اول مره سمعت التراك ده على طول جه في دماغي التراك بتاع برازيلي واسمر برقصوا سامبا، وده يشبه لك قوي بالاسم. يعني انت عارف افريقي وبرازيلي، فانت هتحس ان الاثنين لايقين على بعض، بس المسمى واحد. يعني المسمى مختلف بس الاثنين عادي، هما الاثنين واحد، هما بس في الفرق في التيمبو. يعني ده سريع وده بطيء شويه. هتشوفني تودي في استسلام، قول لي كيلو منه بكام، ما تلوكش انت مش استاذ، هتعوك عن حد فوق بيساس. يعني حاسس الاثنين واحد حرفيا، الاثنين واحد، برازيلي واسمر برقصوا سامبا. بس ده كان اسمه مثلا تراك اسمه برازيلي، فده تراك اسمه افريقي، فده كان التيمبو بتاعه 100 150، ده التيمبو بتاعه 140. والله حاسس الاثنين شبه بعض قوي. يعني هو التراك حلو يا هو التراك حلو بس ما عجبنيش. انت فاهم؟ يعني التراك حلو بس هو حلو وعجبني وكل حاجه، بس ما دخلش البلاي ليست بتاعتي. يعني انت حبيت اقول لك على معلومه زي كده عشان اختصرها عليك بكل وضوح يعني. بس مش عارف اجيبها لك ازاي، بس احنا المفروض دلوقتي هندخل على ثامن تراك معانا في الالبوم اللي هو اصلا اسمه كبده. كنسل الشغل شطه بالدقيق، اصلي على القمه اشغال كتير، جاي وبيكاري قمت مدي، انت فاكسان شباب ما بتجيش. التحليل المنطقي حرفيا اللي لقيته لايق على اسم تراك زي كده ان هو معاه واحد بيعمل فيتشر اسمه أني تقريبا او عوني، بس تقريبا أني، ان عفروتو وأني هيعمل من الخصم كبده، وده بار هم قايلينه في التراك. انا بره عني ده التراك اللي من التراكات اللي انت اول مره تسمعها لازم تقوم تدق وترقص وتشكل وتطير وتعمل شربزات في الهواء وانت نازل بتشخ مندولين، علشان تعرف بس ان اللي عامل الجو في التراك ده كله واللي مديك الفايب في التراك ده كله اولا الفلو مش الليركس.
الفلو ووزة منتصر اللي هو اصلا موزع على البيت، يعني هو اللي عامل البيت بتاع التراك ده بمعنى صح. وانا كده حبة سيبها حبة متجيش معانا، ده احنا دماغنا فكة مفيش تاريخ، شكلك جبت اخرك. احلى توزيعة مهرجان هتسمعها علشان طالعه من وزة منتصر، اللي عفروتو وقن هينزلوا عليه وهيحاولوا يرقصوه. وعلى فكرة التراك ده ينفع قوي في افراح، ينفع جدا فشخ في افراح. فالتراك عجبني بصراحة، وده تراك من التراكات اللي هحب فشخ اشغلها على الصب بتاع القهوة وانا قاعد فيها كده. كريم فرحان والله، حاسس ان كريم هيفرح بيها قوي والله. تعالى بقى يا زميلي نروح للتاسع تراك معانا في الالبوم، وهو تراك اسمه منامور. بتقولي هوم الون فاهمك يا منامور، هاخدك في برايفت جيت يا ونروحوا موناكو. لو ما تعرفش كلمة منامور يعني ايه، فانا جبت لك المعنى بتاعها من جوجل. فالمفروض بقى جوجل هنا بيقول لك ايه؟ اسم يجسد معنى الحب العميق والرومانسية اللطيفة بأرقى صورها. وانت بتقرا الجملة دي يعني خلي اللي في دماغك عفروت. ولكن انا شايف التراك ده بصراحه يتحط في البلاي ليست اي حد بيروح الساحل، بيروح الاماكن اللي هي الشاطئيه دي، ولا اسمها اماكن الساحليه. اماكن الساحليه فيها رمله وفيها بحر بس نضيف مش اخضر زي اللي احنا بنشوفه، او زي اللي احنا يعني انا ما رحتش والله العظيم. انا اخري كنت والله بستحمى فده يعني ما عنديش اي تجربه ساحليه اقدر احكيها لك حرفيا. هتدوق النيلي او فيها دوق، لما تشوفها انا بدوق، لما اشوفها انا بدوق. عامة كل اللي اقصد اقوله لك على التراك ده ان انت لو اول مره تسمعه، ولو حالتك زي حالتي خصوصا، خد بالك بس من الحته دي، انت لو حالتك زي حالتي واول مره تسمع التراك ده، فانت هتشم ريحه يوروهات دولارات، يعني هتشم ريحه ناس كده غنيه قوي، من الناس اللي هي انا ما بحبش الناس الغنيه دي، يعني اللي عندي ببقى زيهم يعني ان شاء الله ده لو لينا عمر. فالتراك ما عجبنيش بصراحه لانه ما حسيتوش لايق على اللي انا بسمعه، او لايق على الجنرال اللي انا متعود عليها، او لايق عليا انا شخصيا. ما اكدبش عليك يعني انا ما بحبش الناس الاغنياء، والتراك ده موجه للناس الاغنياء سكه ودغري، فانا مش هسمعه بره عني. سيبك انت بقى تعال بقى نروح على طول لعاشر تراك معانا في الالبوم. العاشر تراك احنا خلاص قربنا نخلص التراكات اهو، الحمد لله يا رب. انا تعبان اصلا عايز انام اقسم بالله، يعني بدات اخسر دماغي، جهاز العصبي عندي بيسيب للدين دلوقتي. فاحنا داخلين دلوقتي على المفروض 10 تراك معانا في الالبوم، واسمه مفيش موضوع. اسم التراك كده علشان هو بالفعل التراك ما فيهوش موضوع، او زي ما تقدر تقول بيجيب من كل غيط نقله. ده غير اني اصلا مش بحب التراكات اللي بتبقى على بيت هاوس او على تكنو، الحاجات اللي هي يا جماعه ما تعمل بوم باب، ما تعملوا تراب، يعني انت ما تشغلوش دماغكم بجد. والله انا عارف ان انتوا عايزين تعملوا حاجه مختلفه، واللي هو انا اول مره هعمل بقى، وانا اول واحد هعمل. يا جدعان ما تشغلوش دماغكم يا جدعان. بيت هاوس يعني بتاع كلابات، يعني بتاع حفلات اللي هي الساحل الشرير والطيب والحاجات دي، يعني ناس اغنياء، يعني بره عنك الجو ده. يعني انا ما اعرفش مين يعني اكتر فئه بتسمعكم، اللي هي الغنيه ولا الفقيره. بس لا انت ما انت مش طالع من حواري فقير عشان تروح تغني للاغنياء. لا يا صاحبي صباح الفل، احنا لنا الحق عليك تغني له واحده. بحب كده المأذوب الشعبي، بحب كده البوم باب، بحب الحاجات دي. فلغيني يا زميلي اجيب لك النهايه يا زميلي. التراك سكه ودغري ما عجبنيش خالص، انا سمعت مره واحده بس، انا مش فاكر اصلا هو بيتقال في ايه. تعالى بقى نهب على طول على التراك اللي قبل الاخير، والمفروض رقم 11. يعني احنا رايحين دلوقتي هنقيم او هنتكلم عن تراك رقم 11 مع اولا من عفروتو، ثانيا مش دي الحاجه اللي كنت بتوقعها يعني من عفروتو برضو، عشان تبقى مش عارف اجيبها لك ازاي. بس التراك ده ما عجبنيش، ولو هسمع حاجه شبهه يعني بمعنى اصح، فانا مش هسمعها من عفروتو، يعني هروح اسمعها من واحد تاني هو اصلا كان بيعمل اللون ده اصلا، يعني مش بيجرب فيه او بيحاول يدخله عشان يقول لك انا مختلف، يعني زي ما عفروتو بيعمل مثلا. فانا لا مش هسمع من عفروتو، انا مش هسمع، انا مش هسمع عفروتو اصلا. ونروح يا زميلي على اخر تراك معانا في الالبوم، وهو اسمه وديني. فكرني بزميلي بعد اللي من سنين، اما انتي انسيني سامحيني وديني. بص انا يعني انا عندي كام قلشه كده بصراحه على اسم التراك، فانا يعني انا مضطر احتفظ بيهم لنفسي، ده خوفا على صحتك الانجابيه المستقبليه يعني.
ده لو لسه ما دخلتش دنيا، وده لو هينبهك لحاجه فهينبهك لان انا بحبك وانت لسه ما عملتش طيب، والله العظيم حاسسها. لكن بصراحه بعيد عن الهيخ وهيخ والحاجات دي، انا بالنسبه لي تراك وديني هو تراك الالبوم نفسه، اللي هو بمعنى اصح ده احسن واقوى تراك في الالبوم كله، اكتر تراك حرفيا متكامل في الالبوم كله. يعني انا اصلا اول ما شفت الفيديو بتاع عفروتو اللي هو بيفايب على التراك ده ليه في حفله تقريبا، انا كنت مستني التراك ده جدا اصلا، كنت حاسس ان ممكن ما ينزلش في الالبوم، يعني كنت حاسس ان ممكن ينزل لوحده، بس بصراحه التراك ده انا بالنسبه لي متكامل من كل حاجه حصلت فيه. انا مش عايز اسيب لك حاجه ولا عايز اقول لك حاجه وانسى حاجه تانية مختلفه. انا شايف ان التراك ده تراك الالبوم نفسه عامل زي تراك المبدأ لمروان بابلو. مروان بابلو لما نزل الالبوم بتاعه كان تقريبا 13 او 14 تراك، فالتراكات عامه كانت حلوه، وفي برضه اللي انا ما عجبنيش وفي اللي عجبني، واللي عجبني كان كتار ايوه، بس تراك المبدأ كان في ألبوم مروان بابلو كان تراك الالبوم نفسه. اول ما تسمع التراك هو ده تراك الالبوم، هو ده التراك اللي قادر يشيل الالبوم كله. فانا بالنسبه لي بصراحه تراك وديني هو تراك الالبوم بالنسبه لالبوم عفروتو، اللي هو اصلا اسمه يعني اسمه غريب قوي، واسمه كده اللي هو انت ازاي روش طحن كده، تروش يلا افضل اغاني 24، ده انت ازاي كده، ده انت جبت اسم ما حدش جابه. فبس يا زميلي، يعني لعند كده احنا خلصنا الالبوم. بس قبل ما ننهي، بس بما ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو، بص انا كاتب ايه بس يا ده، والله العظيم لو اقول لك، والله العظيم والله لو اقول لك زي ما انا كاتب. بما ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو، حابب اقول لك بس على حاجه اخيره بس، انا كاتب بس كتير قوي في الجمله. المهم يعني، وهو اسماء الناس اللي شاركت في انتاج البيت والمزيكا في البوم عفروتو، وهم معاذ حامد وعمر جنجستر، راشد، مروان موسى، توتشا او تقى، يعني هو انا مش متاكد من الاسم بصراحه، واسماعيل نصرت، ووزة منتصر، دهب، بركات. مع العلم طبعا ان راشد شارك في انتاج 3 بيتات من الالبوم، وده اكتر يعني، وده اكتر بروديوسر شارك في الالبوم عامه. لكن بصراحه كل اللي حابب اقوله كل اللي حابب اقوله للناس دي ان الناس دي مجهودها برضو ما يقلش عن المجهود اللي بذله عفروتو. وبصراحه الناس دي اصلا لولا مجهود عفروتو ما كانش هيتبروز، ما كانش هيتبان، لان طبعا اهم عامل في الراب، اهم عامل في ان انت بتعمل تراك راب هو اختيار المزيكا. وبصراحه الناس دي ما اثروش في انتاج البيت ولا صناعه المزيكا في الالبوم ده عامه، ومن غيرهم الالبوم نفسه ما كانش هيوصل اللي هو وصل له المفروض. وانا بصراحه شايف الالبوم ده اقوى البوم نزله عفروتو في مسيرته، والالبوم ده احنا هنشوف بقى اللي هيجي من بعده عامل ازاي، ومين اللي هينتج له كليبات وهكذا. فبصراحه عاش على الناس وعاش على اجتهادها اللي في الالبوم ده راشد، كل الاسماء اللي انا قلتها، عمر جنجستا، توتشا او تقى، انا مش متاكد والله من الاسم، اسماعيل نصرت، وزة منتصر، دهب، بركات، معاذ حامد، عمر جنجستر، مروان موسى. وطبعا مروان موسى غني عن التعريف يعني. فكل اللي حابب اقوله عاش على المجهود اللي اتبذل في الالبوم ده، يعني 12 تراك برضه مش قليلين، وهو برضه غايب 6 شهور على الاقل، مش زي واحد يعني بقاله يعني داخل في سنتين او داخل في سنه ونص. هو ويجز، انا قصدي على ويجز، ايوه انا قصدي مش هقعد العب، انا قصدي على ويجز. فعاش فشخ والله العظيم على المجهود اللي اتبذل في الالبوم ده. وانا خلاص انا جبت جاز، انا عايز انام اصلا والله انت عارف يا زميلي، والله العظيم تعاملوني المعامله دي وحشه دي ليه؟ فلايكك، سبسكرايبك، يعني الحاجات الحلوه دي انا بحبها. انا ما اعرفش بقى انت هتعملها بقى ولا لا، عشان انا بحبها، انت ممكن ما تكونش بتعملها، انا ما اعرفش. طب انا اقول لك بكرهها، طب هات نص جنيه، طب هات اي حاجه، ما انت لازم اعمل اي حاجه يعني، ما بجد والله العظيم بحبك يا اسطى. اعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي، وبحبك والله العظيم. سلام يا اسطى، سلام، اشوفك بقى في ألبوم مروان موسى اللي جاي بقى ان شاء الله يا زميلي. بحبك يا جدعان، سيبوني انام اسبوع كده ولا سنه يعني. انت عارف انا مستني الشتاء علشان انام نوم، يا نهار ده انا هنتقم نوم في الشتاء.